سلام. جيت اليوم ندوي لكم على موضوع مختلف اللي هو مرور الملكة إليزابيث من قلعة بالمورال. هادشي اللي كان يطرا من مور ما تموت الملكة. من عام 1952 عاشت المملكة المتحدة تحت حكم الملكة إليزابيث. هادشي اللي خلاها تكون أطول مدة حكم في تاريخ بريطانيا، حيت مع مر الأجيال اللي سبقوا عاشوا مع رئيس دولة مختلف. في حالة الوفاة ديالها غادي يكون واحد الخط راسخ للخلافة ديالها. ابن الملك الكبير تشارلز غادي يورث العرش. مي واش غادي يحضر الأمير تشارلز بدعم الجمهور البريطاني ولا لا؟ وواش يمكن تكون نهاية فترة حكم الملكة علامة على نهاية العائلة الملكية البريطانية؟ كانت دارت شي خطط محكمة لشنو غيطرا فاش تموت الملكة، مي ما بقات سرية بطبيعة الحال. فاش يجي داك النهار غادي تبدا عملية جسر لندن. هذا هو الاسم الرمزي، مي ما غاديش يوصل للفخامة اللي توفى فيها الملك جورج السادس. كانت الخطة باسم رمزي ديال هايد بارك كورنر، حيث كيحدد في التفاصيل اش غيطرا في ديك 12 يوم ديال الحداد. اول حاجه كدار كيقوم السكرتير الخاص بابلاغ رئيس الوزراء الحالي، وغادي تقال على شكل انخفاض جسر لندن في خطوط امنه، وغادي يتم مشاركه خبر الوفاه ديالها مع الحكومات ب15 اللي هي رئيسة الدوله فيهم، ودول الكومنولث بطبيعه الحال. بالمناسبه هاد الكومنولث غنعطيك عليها واحد التعريف خفيف ظريف. كتعني اصطلاحا هي الثراء المشترك، مش الشرح ديالها اعمق من هاد الشيء. هو اتحاد من طرف 52 دولة كانت في السابق تابعة للإمبراطورية البريطانية، باستثناء دولتين اللي هما الموزمبيق ورواندا. يمكن لأي دولة تدخل بشكل طوعي ويمكن لها تنسحب، وكتبقى رئيسة الاتحاد هي ملكة بريطانيا. ولدابا باقي هذا الاتحاد مع غياب وجود أي دولة عربية. ومن أهم دول الاتحاد كندا وأستراليا والمملكة المتحدة وباكستان وتوفالو وجنوب إفريقيا ونيجيريا ورواندا وقبرص والهند والكاميرون. وكاينه دابا 16 دولة من اصل 52 كتعتبر الملكة اللي رئيسة لها، بحال استراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وبعض جزر الكاريبي. المهم كتجمع هاد الدول علاقات اقتصادية وثقافية وتعليمية. وغادي يكون الحرس بلباس الحداد، وغيوضع إشعار الجمهور على بوابة قصر بانكهام باش يبلغ الناس بالأخبار. وجميع موظفي العائلة الملكية غيكونوا لابسين شارة سوداء على ذراعهم اليسرى. وجميع القنوات الرئيسية غادي تسحب البرامج العادية ديالها، وغادي يلبسوا مقدمو العروض الأسود بطبيعة الحال. وغادي تبدا التغطية التلفزيونية مع وسائل التواصل الاجتماعي تشوف الخبر دغيا، حيت تنتشر بسرعة في العالم كامل. وإلا كنتي راكب في الطيارة في ديك اللحظات تسمعها من عند ربان الطائرة. وما غادي تشوف حتى شي عروض كوميديا في التلفازه كيف ديما حتى تفوت تشييع الجنازه ديال الملكه. وغادي يبقى الجثمان ديالها في قصر بنكهام لمده 10 ايام. العائله الملكيه يدوزوا وقت الحداد مجموعين، من الحاكم الجديد ما غاديش يكون عنده وقت الحداد. في اليوم التالي لوفاه الملكه يتم اعلان الامير تشارلز ملكا. في اليوم العاشر المسؤولين من جميع انحاء العالم يحضروا لجنازه الملكه. غيكون يوم حداد كبير، حيث يحضروا الالاف من الاشخاص باش يقدموا التعازي ديالهم. تم سوق الاسهم البريطاني غيكون مسدود داك النهار. طبعا بعض القرارات تتكلف مليارات الجنيهات او مليارات الدولارات. وهاد الخطه كتفسر اش غادي يطرا الا توفات الملكه في لندن. مي الا توفات خارج البلاد اجي نقول لك اش غيطرا. كاينه واحد الطائره من السلاح الجوي الملكي ديما على الاستعداد. في هاد الحاله هي اللي تنقل الجثمان ديال الملكه وترجعو للندن. في مده 70 عام في السلطه والحياة في ظل الملك جديد تقدر تؤدي لشي تغييرات في الكومنولث. يمكن تقرر بزاف ديال الدول قطع العلاقات ديالها مع بريطانيا وتولي جمهورية كاملة. ويمكن تبدل الملك مع انتخاب رؤساء الدول على أساس تناوب. من خطط عملية جسر لندن مفصلة ومضبوطة. بحال حياة العائلة الملكية ما كتبقاش شي حاجة للصدفة. وهادشي اللي خلى مستقبل النظام الملكي قوي. على الرغم من موت الملكة إليزابيث الثانية كلشي يمكن يتغير كيف ما كتعرفوا، حيت ممكن بعض الاشخاص اللي في مراكز السلطه ما كيلتزموش بالقواعد. المهم الا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتشاريه مع صحابك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.